اهلا بيكم في حكايه جديده من حكايات رياكت، والمرحله دي هي مرحله الوحش. بعد ما اتعلمنا اهم الاساسيات في رياكت، تعالوا بقى نعرف ازاي نقدر نحول اي ستايل عندنا لكومبوننتس. ده الشكل اللي هنصممه مع بعض، والصور اللي موجوده فيه دي انا ضفتها في فولدر سميته images، وهتلاقيه في السورس فولدر. وهنجزأ الستايل، واول حاجه عندي وهو الهيدر، وده هنكريت له كومبوننت. وبعدين في شويه كاردز بتتكرر، وكل واحد فيهم بيحتوي على صوره وشويه كلام تحتيه، وده برضو هكريت له كومبوننت تاني. وهنبدا زي ما اتعودنا نكتب ال HTML، وابتديت بالهيدر ومفيهوش شغل كتير، مجرد كلمه واحده بس ممكن نديها H1. وبعدين نيجي على الكاردز، هنكريت ايمج تاج علشان الصوره، وهنحط فيها 2 بي تاج وبس كده. ولكن ازاي هظهر الصوره بقى في الايمج تاج؟ والمعتاد اني بكتب اليو ار ال بتاع الصوره بشكل مباشر على طول. هقول لك رياكت مختلفه شويه في موضوع الصور. أنا ما حدش يتوقعني. اول حاجه هعمل امبورت للصوره كانه ملف بالظبط، وبعدين هاخد الاسم اللي اديته لها واحط قيمته في اتريبيوت السورس وبس كده. احسن بكتير من موضوع اليو ار ال، وده لان رياكت بتنسخ كل الصور اللي بعمل لها امبورت في ملف البابليك لما بعمل بيلد للبروجكت. والموضوع ده بيصب في مصلحه رياكت عن الفريم وركس التانيه، وده لان البادجت هيكون اقل وبالتالي ابلكيشن اسرع. وبعدين مرحله الستايل، ويفضل السي اس اس في الحاله دي يكون في ملف واحد وهو الاندكس دوت سي اس اس، وهنعرف ليه خلال حكايتنا اللي جايه. كده الشكل بقى تمام و10 على 10، وبكده انت عملت اول تصميم ليك برياكت يا بطل. وكمان عرفنا ازاي نقدر نتعامل مع الصور في رياكت. واشوفكم في الحكايه اللي جايه من حكايات رياكت على كودكس لاين، والسلام عليكم.